مرة حتى ما تناقضات والخلافات بين فصائلهم يخدم وحدة البلاد ويخدم لبنان ويخدمنا جميعا. لذلك توحيد الصف الوطني هو خطوة إيجابية من شأنها أن تساعد في مسيرة الوفاق الوطني. بالنسبة لنا أنه من الأفضل أن يكون هناك تصور شامل إجمالي للمسيرة بكاملها، وأن تكون الخطوات المتتابعة ترجمة عملية وعلى مراحل لهذا التصور العام. بالنسبة لكم ما هو مدى تفاؤلكم بتحقيق هذا الوفاق؟ إن لم يكن لدينا تفاؤل لا نستطيع أن نعمل، وإن شاء الله نستطيع أن نحقق تقدما في هذا الصف. خلونا